ابسط واسرع واسهل طريقه لرسم الباترون اللي واخد الكورسات عندي عارف ان دي اسهل طريقه لرسم الباترون، وهم بيعملوا بيها موديلات كتير زي فستان وزي دريس وزي فستان سواريه وبلوزه. يلا بينا نبدا الفيديو عشان ما اطولش عليكم. خلي بالك ان انت تسمعي الفيديو ثانيه بثانيه ودقيقه بدقيقه، لان كل كلمه فيه بتبقى فيها تفاصيل مهمه جدا، فحاولي ان انت تستفيدي قدر المستطاع من كل تفصيله بتتقال. اكبر دوران عندي سواء صدر سواء ارداف او سواء صدر او وسط او ارداف، هاخد اكبر دوران عندي اللي هو ال 109 وما فيش حد بيكتب ورايا. ال 109 على الاثنين بيساوي كام؟ 50 54 ونص 54 ونص والنبي ما زعلك 55 اهو، مش كده ده في حب 55 27 ونص. احنا زودنا نص سنتي يا جماعه عشان طنط شيرين عايزه الباترون شويه. ماشي، هنزل بقى بالاطوال. اخدت نص عرض الظهر، خدت نص الارداف وعملتها على الباترون. هنزل بقى بالاطوال. اول طول عندي اللي هو طول البنس 31 سم، وعندي طول الظهر 41، وعندي ال 20 سم. النقطة ده اهي زي ما انا خدتها مشتركة في المقاس، يبقى نفس النقطة مشتركة فين؟ على فكرة انا قايلة الغلطة دي امبارح، افتكرتها؟ انا قايلة الغلطة دي لما بتيجي ترسمي الباترون لأول مرة بترسم له طول البنسة وتشيل المسطرة وبترجع تعمل ايه؟ الطول بتاع الظهر. لا انت واخده من نفس النقطه، يبقى ترسموه مع الباترون من نفس النقطه. طب سؤال يا مسلم، هو انا حطيت المسطره بعد بقى ال 40 اللي بعدها على طول ولا انا عملت ال 31 اهو صح؟ وقمت واخده عليهم ال 11 ال 10 سم كمان، يعني كملت على ال 40 41. بس انا ما بقولش بكمل، انا من نفس النقطه باخد الاثنين. ماشي، ان انا اقول اعد بقى ممكن تغلط مش عارفه ايه، لا هي المسطره محطوطه، باخد ال 31 وباخد ال 41 ماشي، وبقوم شايله المسطره واقوم واخده الايه؟ ال 20 سم او ال 18 سم او ال 21 سم اللي هم بتوع طول الجنب. خلاص؟ نفس ما انا عملت على اليمين هعمل ايه؟ على الشمال. بس اهم حاجه بقفل من تحت على كام؟ على 55 زي ما انا عامله من فوق. اهو مسطرتي بقى بتبقى بالطريقه دي كده. هاخد 31 41 وهاخد ال 20 سم واقفل من تحت. ولا الطول الثالث طول الجنب اللي هو اللي نزلنا المسطره وخدنا 20 سم اللي هو 20 بس من بعد ال 41 المسطره بقى وحطيت 20 سم من بعد ال 41 لا مش من فوق. كده يبقى انا قفلت ال 31 ووصلتها بالنقطه دي. ما ينفعش انا ورقه الباترون عندي ساده خالص ما فيش فيها خطوط، يبقى انا لازم اظبط خطوط انا بالايه؟ بالمسطره. ما ينفعش اعمل دي 31 ودي 30 او دي 31 ودي 32 ماشي؟ ما ينفعش اقفل من فوق على 55 ومن تحت على 53. المشكله بقى اللي انا ممكن اقفلها ان انا هعمل من هنا 27 ونص وهنا 27 ونص. خلاص؟ هاجي اقفل من تحت ممكن اقفل دي على 30 ودي 27. المشكله اللي طلعت عندي ان انا في الامام طلع عندي كام زياده؟ 2 سم ونص. يعني معنى كده انا بجيب دي اهي فيها 2 سم ونص زياده، اول ما باجي افتح بلاقيه كام؟ بلاقيه بقى 5، 2 ونص من الجنب ده و2 ونص من الجنب ده. فبدل ما تبقى الخياطه بتاعتي في الجنب اليمين وفي الجنب الشمال وانا ماشيه بلاقيها بتلف مني لايه؟ لورا، لان الاثنين مش زي بعض. ودي بتلاحظها لما تكوني بتكوي بنطلون، لما تكوني بتكوي عبايه وفيها حته زياده. عرفتي اذا كانت العبايه بتلف منك ليه؟ لان في جنب في امام اكبر من ايه؟ من الخلف او العكس. خلاص؟ المشكله برضو ان انا ممكن اواجهها لو انا عملت دي طويله عن دي،
يعني مثلا اللي قفلت الخط دوت على 60 وقفلت الخط ده على 63، هاجي الاقي وانا بخيط الجنبين هلاقي حته طويله عن حته، هاجي اظبطها. انا اصلا مش مخليه الجنب ده زي الجنب ده، ودي المشكله اللي ممكن اقع فيها. ماشي، الاقي ان الامام مثلا معمول لي على 60 وطول الباترون التاني معمول لي كام؟ على 70 سم، سواء في بلوزه سواء في حاجه، فالتقفيل نفسه ما بيبقاش مظبوط، الدورانات الخطوط نفسها ما بتبقاش مظبوط. خلاص، مره على مره على مره في رسم الباترون هتعرفي الغلطات اللي انا بقول لك عليها ديت وهتلاحظيها عندك، لان الغلط ده كله انت بتقعي فيه. زي ما انا جربت مره واثنين امبارح ان انا ما اعملش الباترون من بدايه فوق، واحده عملته لي النهارده كده. ماشي، فركزي في الاخطاء عشان تتفاداها بعد كده. خدت انا الايه الخطوط ووصلتها ببعض، هسميها بقى ده هو خط الايه، مع ان اصلا كنت انا قايساه ايه. ماشي، يبقى انا خط البنس ده بسميه ايه؟ الخط الصادق، واسمي الخط ده هو خط الوسط، واسمي الخط ده هو خط الارضيه. خلاص؟ ايه؟ هعمل ده اهي طول البنسه، وهعمل ده طول الظهر، طول الظهر، وده طول الجانب. خلاص كده. هعمل عندي الرقبه بتاعتي 8 في 8. ما ينفعش اعمل كده لان ده تبقى شبه 7، وانا مش عايزه الطوق بتاعي شبه 7، انا عايزه الطوق بتاعي مدور اللي هو الطوق الرقبه الطبيعي. ثابته 8 في 8؟ ايه؟ الرقبه 7 و8 و9. 9 دي نادرا لما بعملها، لما بتكون الواحده ايه طوقها ايه؟ طوق الحته دي مليانه عندها شويه. ال8 باخدها قاعده. تيجي تقولي بس ال8 ما بتدخلش من راسي، هقول لك اعملي ايه بعد كده. ماشي، بس انا لو عملت من هنا 10 ومن تحت 10، المشكله اللي هتبقى عندي هاجي الاقي الطوق بتاعي بدل ما يبقى من هنا كده جاي لي من هنا كده. فانا باخد 8 عشان تبقى الطوق بتاعي مظبوط، وبعد كده لما بحب اوسع بوسع من تحت على ما فيش، لان لو كنت 8 في 8 هتبقى من هنا جايه كده، هتبقى لا في الاطفال خلي باترون الاطفال ليوم الاطفال ان شاء الله. يبقى غلط ان انا اوصل الايه الاثنين دول ببعض. يبقى انا لازم عشان اعملها صح 8 في 8، اعملي نقط كتير على قد ما تقدري اهي. خلاص، ووصلهم ببعض كل مره على مره. ممكن تعملي واحده في النص وواحده في البدايه وواحده في النهايه ووصلهم ببعض، لان ايديك يبقى اصلا بتبقى خدت عليه اهو. شفت الفرق بقى ايه؟ دي هتطلع مدوره، ده هتطلع ايه؟ شبه 7. خلاص كده. هعمل الرقبه الخلفيه. الرقبه الخلفيه بعمل سنتي ونص ثابت في 8 سم. سنتي ونص ثابت ليه؟ سنتي ونص ثابت ليه؟ عشان لما بتبقي راكبه في المواصلات وتلاقي واحده ايه قفاها باين او الطرحه بتاعتها مهما تشدي فيها اي حركه لا بتلاقي قفاها باين من ورا. دي لان اصلا نازل ايه؟ عميق قوي بالدوران بتاع الرقبه الخلفيه. لازم عشان اخد الرقبه الخلفيه باخد 1 سم ونص، 1 سم ونص، لان بعد الخياطه بيبقى كام؟ بيبقى 2 سم ونص، بيبقى 2 سم ونص بعد الخياطه، سواء بيه وسواء تنظيف او سواء بعمل له رقبه. ماشي؟ يبقى انا باخد سم ونص. لو انا خدت 3 او 4 او تشطحي بالمقاس كل ده بيخلي الايه؟ الرقبه باينه من ورا. خلاص؟ طيب تقولي لي طب ما جاتش من سم ونص، انا هسيبهم ومش شايلاهم، انا هسيبهم في الباترون، فهتلاقيها السنتي ونص اللي انت ما خدتهمش ده حك في رقبتك من فوق، لان انت مش واخده، بتلاقيه بدا لبدايه الشعر بتاعك. يبقى الموديل بتاعك يحس ان هو طارح لايه؟ لقدام، فترجعي لورا تلاقيه شمر منين؟ من قدام. فالسنتي ونص دولت اي هم حاجه لا تذكر، بس بتظبط المقاس، لان انا باخد سنتي ونص بعد التنظيف او بعد البيع باخد 2 ونص فبقوا مظبوطين. ماشي؟ فحاولي انت لازم تاخديه. عندنا بقى خدت من هنا 8، الرقبه دي 8 والرقبه دي 8 او 7 او 9، بس اللي عندنا اللي احنا بناخده على طول اللي هو ال8. عندي 8 في سنتي ونص. طيب تقولي لي انا هاخد هنا 8 وهاخد هنا 7، هقول لك انت هتقص الامام على 8 والخلف على 7، هتيجي تلاقي هنا في 1 سم ناقص،
ده واحد زياده اهوت، ببدا الخيطه من هنا وبتنتهي الاثنين مع بعض لو هما الاثنين ايه زي بعض. لو انا في واحد زياده عن واحد او ناقص عن واحد بتلاقي الاختلاف فين؟ لو انا مخليه ده 7 واللي ورا 8 الاقي ده ناقص عن اللي ورا. فركزي في حاجه زي دي، عملت من هنا 8 يبقى من هنا 8، عملت من هنا 9 يبقى من هنا 9. لان بتيجي بعد كده تظبطيها، صعب ان انت تظبطيها لان سنتيات، فبتحاولي ان انت تظبطيها، لا بتشطحي بيها قوي لا ما بتعرفيش تظبطيها. خلاص يبقى انا عملت من هنا 8، اعمل من هنا 8 في 1 ونص، امشي كده شويه وبعدين اقوم طالعه ايه بكيرف كده. ما ينفعش اعملها بمسطره، لان لو عملتها بمسطره هتبقى شبه 7 صغيره، هاجي اعملها الاقيها شاده بالنص عشان السبعه اللي انا عملتها دي. فحاولي ان انت تاخديها بدوران. انا بمشي الحته ده اهي حوالي 2 سم كده خط مستقيم، وبعد كده بقوم ايه طالعه في النيول. الحته ديت ما 2 على 2 بتلاقيها شبه ايه شبه دايره صغيره كده. خلاص كده ما تاخدهاش مره واحده، لان لو خدتها مره واحده بتطلع ان هي ايه شبه 7. خلاص كده هطلع من الخط ده اهو 5 سم، هطلع من هنا 5 سم اهو، ولازم الخط بتاعي يبقى مظبوط. واعمل خط منقط كده واسميه خط الابر. ليه انا عملت خط منقط؟ لان انا اصلا ما خدتلوش مقاس صريح، انا سميت الخط ده خط الصدر لان انا واخده له ايه مقاس. ده ما خدتلوش مقاس، ده استنتجته. ركزي في الحته دي لان فيها اختلاف شويه من ايه مع باترون الاطفال، وهي دي اللي بتلخبط في باترون الاطفال لو ما كنتيش فاهمه ده صح. هطلع منه 5 سم ثابت، بس لو واحده طويله شويه ممكن اخليها 6. ماشي؟ تقولي لي طب ما انا ممكن اعمل الحرده بتاع البط ديت عند الصادر. هقول لك ان انت كده نزلت بالحرده، لما بتيجي تلبسي موديل بتلاقي ان البط بتاعك قصد الصدر ولا فوق شويه؟ فوق شويه. لو نزلت بيه كده كتفت الكم مع الايه مع الباط، هتلاقيه كده وانت متكتفه ومش عارفه ترفعي ايدك. ماشي؟ فلازم الحرده دي تبقى حرده مظبوطه. انا خدت طول البنسه يبقى انا بطلع كام 5 سم. طلعت 5 سم هياخد نص عرض الظهر بتاعي 20 ونص و20 ونص. لازم انزل هنا بخط مستقيم. طب انا مش عارفه انزل الخط المستقيم او خايفه يكون كده او كده، يبقى انا باخد 20 ونص من فوق و20 ونص من تحت واوصل النقطتين ببعض كده. القيمه دي قد القيمه دي قد القيمه دي قد القيمه دي، يبقى انا كده ايه ماشيه صح. خلاص كده يبقى كل القيمات ايه قد بعضها. خدت على الخط ده اهو 2 سم، نزلت من 2 ل 3، خدت 2 ونص اهو، 2 ونص من 2 الى 3 سم، واوصل النقطه ده اهي بالنقطه ده اهي. خلاص كده من اول النقطه ده اهي لحد النقطه ده اهي بقسمها على 2 في الامام، في الامام بقسمها على 2. انا فهمت. انا كده نوعا ما فهمت. نوعا ما يا خرابي كل ده لسه. اصل انا شرحتها لها كده بقول لها انا مش متاكده ان انا فهمت 100% ولا لا. 3 في 8 ب 24. في الخلف بقسم على كام؟ 3. يبقى انا في الامام خدت من النقطه دي للنقطه دي وقسمتها على كام؟ على 2، ومن النقطه دي للنقطه دي وقسمتها على كام؟ على 3. هوصل بقى بكيرف كده اهو، هوصل ده بكيرف كده. ماشي؟ هاجي من اهو واقسم المسافه ده اهي واطلع حوالي نص سنتي او 3/4 سم. يعني عايز المسافه دي بالمسطره؟ اهو بسبب المسطره، بس انا عايزاها صح، انا بعملها صح. هي 4 سم دول ثابتين برضه؟ عيدها تاني معلش يا مسكين. بقيس المسافه من اهو لهنا اهو
واقوم داخل على النص بتاعي، واقوم داخله كام 3/4 سم او ايه، او نص سم او 3/4 سم، واقوم عامله كيرف كده موصلاه بالبدايه والنهايه، ونفس الطريقه هنا بقسم المسافه وبقوم داخله. ماشي. يعني بالنص، النص بتاعها لو انت واخده المقاس شوفي هنا عريض عن هنا، هنا عريض عن هنا. اولا دي تاني مره ارسم فيها الباترون، فالمره الاولانيه صح والمره دي صح، وبكره هديكي واحده تانيه مختلفه عن دي شويه. لا انا في الحته اللي هي اللي دخلت فيها دي جبتها ازاي؟ خدت من اول النقطه دي للنقطه ديت وقسمتها على 2، والنص بتاعي اهو وقمت طالعه من على النقطه دي من نص سم ل 3/4 سم. ويفضل ان انت تاخدي 3/4 سم، تقوم عامله كيرف كده، لان عرض الظهر الحته اللي تحته رفيعه. شوفي دي عارضه ازاي ودي داخله لجوه ازاي. فالمقاس من هنا لو انا عندي 41 يبقى المقاس من هو بيبقى 38 39، فهو ده اللي انا دخلته بقى. خلاص كده. في اي استفسار في الجزئيه ديت؟ لا بس هي اسفه راسها وقعت. هاخد الدورانات عندي دوران الصدر واقسمه على كام؟ على 4، ودوران الوسط واقسمه على كام؟ على 4. دي هيبقى فيها 21 هيساوي 21 وكام؟ 21 بس. ما انا كنت عايزه اقول لك يا مس انت بتدور على نفسي من الحته دي على حاجه وتتاكد. 92 هيبقى فيها 23 صح ولا ايه؟ صح 23. اقل متهيألي. لا 23 ما هم ال100 فيها ال25، شيلي بقى ال8 23. ماشي 23. انا ما صدقت فهمت لغايه كده. وعندي 21 ووصل ده هو ربع الدوران، ربع دوران الصادر. اكيد اللي ما كانش فاهمه امبارح اتثبت معاه النهارده. واقوم موصله النقط ببعض. انا ان شاء الله هروح اعمل مش هستعين بصديق كمان. ده انت صديق ما عرفتش. لا ام سلمى ما شاء الله. لا هي فاضيه يا اما نايمه يا اما بتضرب. حرام عليك كده عامله النار ولا ايه؟ بتبقى بتفضل طول النهار طول الليل صاحيه بقى تعمل على المكنه. هي بتحب شغل المكنه. ربنا يعينها عليها يا رب. هي مش عايزه تشتغل، هي عايزاها تشتغل. خلاص كده عرفت انا عملت ايه. خدت الدوران بتاعي وقسمته على 4 دوران الصادر، واديته من هنا 23 لحد النقطه جت لحد هنا. ماشي. قمت عامله نقطه وخدت دوران الوسط بداته من هنا لحد هنا وعملت نقطه، ونفس الكلام عملت على اليمين عملت زيه على الايه، عملت الامام وعملت على الخلف. ماشي. اما اللي تحت اصلا كده كده مقسوم لي، لان انا قاسمه فوق على كام؟ على دوران الارض، نص دوران الارداف. فلما جيت قسمت نص دوران الارداف طلع لي ايه؟ طلع لي ده ربع وده ربع. خلاص هسمي له الامام. اصلا المفروض كنت اسميه وانا بسمي الخطوط بس انا نسيت. خلاص. اولا ما فيش خياطه بالطريقه دي كده، لازم اريحه شويه. في رسم باترونات كتير لناس مختلفه وكل واحد بيشرح بطريقه مختلفه، بس انا هنا عشان اغلبيتكم بيبقى السن مختلف، مش طلبه مثلا او حاجه هتلاقي كل الدماغ كله قريب من بعض. لا انا بيبقى عندي واحده 40، بيبقى عندي واحده 38، بيبقى عندي واحده 18. فلازم بابسط طريقه لازم تفهمين ايه. في 13 او 12 و13 و12 ده ابسط طريقه؟ ايه؟ ده ابسط طريقه؟ هو ده ابسط طريقه للباترون. فممكن تبقى واحده تعقدك وتقول لك لا جنب وتقسمي على كام وتعملي ايه وتتركي ايه، بس ده بيبقى عايز طلبه تفهموا والناس كلها من سن بعض. لكن دي اسهل طريقه للباترون. ده بتفصلي عليها العبايه، بتفصلي عليها الشميز، بتفصلي عليها كل حاجه. واغلبيتنا بنفصل على الخلف وبنقوم ساحبينه ونقوم عاملين الحرده الاماميه والحرده بتاع ايه الرقبه. خلاص. في كده اي استفسار فيه؟ الحته ده اهي متغيره بقى. الحته دي احيانا بيبقى الصدر لو صغير بتطلع لك على هنا كده. ماشي. يعني لو الصدر بتاعي صغير بيطلع لي اهو. لو النقطه دي كده، يعني النقطه دي اصلا متحكمه فيها الايه؟ الصدر بتاعي، ان الارداف كبيره والصدر ايه؟ والصدر صغير. فالقيمه ديت بتصغر
والايه والقيمه دي بتبقى كبيره. اكيد مش فاهمين انا بقول ايه، عشان اول مره، كل مره على مره هتفهم انا قصدي ايه. ايه اصل لو انا كنت جبت النقطه ده اهي والنقطه ده اهي كده اهو كده، كنت هكتف الكم فين؟ في الموديل نفسه. انا ما ينفعش انا اجيب الجزئيه دي كده لان الجزئيه دي غلط. مش الخط اللي في النص ده ولا راسم الباترون نص عرض الظهر؟ لا نص دوران لا. الدوران الارداف مش نص الدوران. لا الخط اللي في النص ماشي نص، لا ربع وربع، ربع الدوران وربع الدوران. ماشي. يبقى كده في اي استفسار انقلوه بقى. يا رب يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو متنسيش تحط لايك وتشترك في القناه، واستني ان شاء الله باذن الله السلسله اللي انا هعملها عن الباترون. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.